جرايه يا صلاح، انت جاي دلوقتي تتنطط عليا انا؟ يا ابني ده انا يورجن كلوب، ده انا اللي عملتك. ده لولا انا اللي وصيت عليك انهم يجيبوك من روما ما كنتش هتحط رجلك هنا في ليفربول. بقول لك ايه يا عم كلوب من غير يورجن انت؟ انا اتنطط على اي حد. وبعدين اللي جابني من روما ووصى عليا زي ما بتقول هي الملكه اليزابيث بنفسها الله يرحمها، فما تقعدش تزيط وتبقى عبيط. والله وطلع لك صوت يا مو. وبعدين انا عارف انت بتعمل كده ليه، لانك عارف ان انا ماشي اخر الموسم. وبعدين ايه الكلام اللي انت طالع تقوله ده؟ انك لو اتكلمت الدنيا هتولع، يعني انت معاك جيركن بنزين ولا ايه؟ ايوه يا حبيبي، انا بفضل الله عندي اكبر بنزينه في مصر، هتلاقيها كده على الصحراوي الغربي، وكمان مكتوب عليها مول من عند ابو صلاح، هتسوق وانت مرتاح. وبعدين خليني ساكت لان انا لو اتكلمت فعلا هولع الدنيا. ليه يا عم؟ انت ماسك عليا زله ولا ايه؟ وبعدين انا فعلا استاهل، لان كنت معتبرك زي سمير ابني ودخلتك بيتي وكنت بعزمك على العشاء كل اسبوع. عشاء يا ابو عشاء؟ هو سلطه القرع والتوست الناشف اللي كنت بتجيبهولي ده مسميه عشاء؟ وبعدين ايوه انا ماسك عليك زله، وشفتك لما كنت بتروح لجوارديولا بالليل عشان يديك دروس في التدريب. إيه اللي بتقوله ده يا مو؟ عيب عليك الكلام ده. انا فعلا كنت بروح لجوارديولا عشان كان في مشكله بينه وبين اخوه كوبايولا على الورث، وكنت بحاول اصلح ما بينهم. ليه؟ كان عينوك شيخ البلد في ليفربول؟ وبعدين يا اخي منك لله، انا كنت دلوقتي ببقى بلعب في الدوري السعودي، قعدت تتنطط انت زي فرقع لوز وقلت ما ينفعش خلوه هنا. لا ناصح يا مو، عايز تروح السعوديه انت وتاخد مليارات، وانا اقعد هنا في ليفربول في الانفيلد اسلق بيض. قلت لك خدني معاك، انت اللي مرضتش. على العموم انا كده كده ماشي اخر الموسم ورايح هناك، واياك يا يورجن يا كلوب بقى اشوفك هناك، ما تزعلش من اللي هيحصل لك. طب وحياة امي يا مو، لا هقعدك على الدكه لاخر الموسم وهخلي الواد نونيز يلعب اساسي مكانك.